ولدت الشعيبية طلال في سنة 1929 بجماعة 2 شتوكة بالقرب من مدينة أزمور بإقليم الجديدة. هي رسامة تشكيلية مغربية استطاعت أن تحقق شهرة عالمية بفضل لوحاتها التي تنتمي إلى ما يعرف بالفن الفطري، حيث عرضت اللوحات في أشهر المتاحف والمعارض في باريس ونيويورك وفرانكفورت والجنيف. وقد اكتشف موهبتها الناقد الفرنسي بيير كودير والرسام الألماني فيرنر كيرزت، وقامت أول معرض للوحاتها عام 1966، ولها ابن وحيد هو الفنان التشكيلي الحسين طلال. لم تتعلم حروف الهجاء ولا قواعد المدارس الفنية، وهذا سر نجاحها لأنها أسست أسلوبا بعيد عن التكليف والتصنع، ولوحاتها تعرف حتى من دون توقيعها، وهنا تكمن قوة الفنان الحقيقي. نظمت الشعيبية العديد من المعارض داخل المغرب وخارجه. أول معرض بمعهد غوتا بالدار البيضاء 1966، معرض في سوليستيك غاليري بباريس فرنسا 1966، معرض في متحف الفن المعاصر بباريس فرنسا 1969، معرض كوبنهاغن ثم بفرانكفورت الدنمارك 1970، معرض قاعة الحيل لهال أو زيدي باريس فرنسا 1971، معارض بقنصليات الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس بالمغرب 1972، مزاد علني في فندق دروت بباريس فرنسا 1973، معرض في سيباك بباريس فرنسا 1974، معرض في جزيرة إبيزا إسبانيا 1974، معرض في معرض الحقائق الجديدة باريس فرنسا 1976، معرض في مينتون فرنسا 1977، معرض في متحف الفنون الحديثة ومعرض الحقائق الجديدة بباريس فرنسا 1980، معرض في معرض الملك روتردام هولندا 1980، معرض في برشلونة إسبانيا 1989، معرض برواق المربع الأبيض بسويسرا 1993، معرض بمتحف سانت أنغريت بألمانيا 2003، الميدالية الذهبية للجمعية الأكاديمية الفرنسية للتربية والتشجيع فلوب علوم الآداب. توفيت الفنانة الشعيبية يوم الأحد 2 أبريل 2004 ميلادية في أحد مصحات الدار البيضاء.